السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعودة بعد انقطاع دام طويلا. وطبعا انتوا كده تصوموا وتفطروا على بصلة. بس النهارده انا جاي اخدكم في رحلة في الزمان والمكان الى حيث كانت كرة القدم هي رياضة تنافسية ممتعة. سنة 1890 مثلا في ملعب في انجلترا، لو بصيت على اللعيبة مش هتلاقي لوجو نايكي على التيشيرت، ولا هتلاقي طيران الامارات، ومفيش شاشات ذكية حوالين الملعب عايزة تبيع لك اي حاجة والسلام. كانت مجرد كورة جلد وشوية نجيلة و22 شخص بيجروا ورا الكورة بشغف ومهارة حقيقية وبيتنافسوا بجد. على عكس ان احنا لو بصينا النهارده فكرة القدم ما بقتش مجرد لعبة، كرة القدم بقت اكبر لوحة اعلانية متحركة في التاريخ، بيزنس ضخم قايم على ان هو يجذب انتباهك كل ثانية طول 90 دقيقة. طب ازاي اللعبة الاكثر شعبية في العالم اتحولت من لعبة غرضها المتعة الى ماكينة فلوس بتطبع مليارات الدولارات؟ هات لك كوباية حاجة ساقعة وتعالى عشان مسافرين. لا بس مش مصيف، لا احنا بس هنروح بلد تانية في زمن تاني عشان نعرف امتى المهزله دي بدات. البدايه الحقيقيه للبيزنس ده بدات سنه 73، بس مش في انجلترا، لا في المانيا، في نادي اتغير اسمه انتراكت براونشفايد. وديسكليمر لطيف كده، انا ما بتكلمش الماني فاي نطق غلط سامحوني فيه. المهم النادي ده كان بيمر بازمه ماليه مدمره، يكاد خلاص هيفلس، وفي نفس الوقت كان في راجل ذكي جدا بيفكر بره الصندوق اسمه جونتر ماس. الراجل ده كان رئيس شركه اسمها ييجر مستر للمشروبات. الراجل ده عرض على النادي صفقه بسيطه جدا، ان هم يحطوا لوجو البراند بتاعه على التيشيرت بتاع النادي في المقابل مبلغ مالي ضخم قادر ان هو يحل لهم مشكلتهم تماما. بس الاتحاد الالماني لكره القدم اعترض تماما وقال ان كره القدم هي لعبه شريفه لا يجب ان تلوث بالاعلانات. عمك جولتر ماست استسلم. المعلم شغل دماغه وعمل حركه صايعه قوي. المعلم راح قال للنادي انتوا هتغيروا لوجو النادي الرسمي وتخلوه هو اللوجو البراند بتاعي اللي هو ييجر ماست، اللي كان وقتها على شكل راس غزال. وبالفعل تمت الصفقه ونزلت اللعيبه الملعب وهم شايلين لوجو البراند بتاع ييجر ماستر على التيشيرت بدل لوجو النادي. وهنا الاتحاد الالماني لكره القدم ما قدرش يمسك اي ثغره عليهم خالص. التيشيرت بعدها ما بقاش مجرد فانيلا، لا ده بقى مساحه اعلانيه ضخمه متحركه لمده 90 دقيقه، وطبعا اللي بيدفع اكتر ياخد مساحه اكبر. في الثمانينات والتسعينات اللعبه انتقلت نقله تانية خالص بعد دخول البث الفضائي والملون كمان. الاعلانات ما بقتش مجرد يافطه ثابته في الملعب ولا مجرد شعار على تيشيرت، الاعلانات حتى تدخلت في صناعه ثقافه الجماهير. افتكر معايا مثلا سنه 98 اعلان نايكي الاسطوري اللي كان بيدور في مطار البرازيل في كاس عالم 98، لما جابوا رونالدو ريفالدو وكارلوس وبقيه النجوم الكبيره يلعبوا كوره في المطار كانهم اطفال اشقياء بيلعبوا على مزيكه السامبا. انا شخصيا كل ما افتكر الاعلان ده ببقى عايز اقوم العب كوره وانا اصلا شبه الاتوبيس بتاع اللعيبه. صباح الفل يعني. الاعلان ده لو تركز فيه ما كانش بيبيع جزمه كوره، ده كان بيبيع لايف ستايل، مهاره، شغف. والبراندات بقت بتتنافس على رعايه البطوله عشان كل براند يحط اللوجو بتاعه في اي حته في البطوله ايا كان، سواء في الملعب، على التيشيرتات، على بيلبوردز بره، في التلفزيون، على الموبايل. موضوع تفاقم جدا لدرجه ان كمان براندات بقت بتتبنى لعيبه معينه وتصنع حواليهم هاله الاساطير عشان تبيع باسمهم. تبيع بقى اي حاجه، جزم، فانيلات، موبايلات، ساعات، برفانات، الساعة والموبايل والحزام وأي حاجة بترن. اي حاجه ممكن تتباع بتتباع. ومع تقدم التكنولوجيا كمان الاعلانات توحشت. لو بتتفرج على ماتش في الدوري الانجليزي وانت قاعد في بيتك في مصر، فانت هتشوف في شاشات الملعب اعلان موجه ليك انت، ولكن في نفس ذات اللحظه لو في حد صيني قاعد بيتفرج على نفس الماتش وهو قاعد في الصين، فعلى نفس الشاشه اللي انت شايفها هو شايف اعلان تاني مختلف موجه ليه هو بلغته هو. واللي قاعد في المدرجات في نفس الملعب قاعد بيتفرج لايف في نفس الثانيه شايف اعلان تالت خالص غير اللي انتوا شايفينه موجه ليه هو عشان يبيع له هو. الموضوع ده بيحصل عن طريق تقنيه عبقريه اسمها فيرتشوال هايبريد ليد. لو حابين نشرحها في اي فيديو ثاني اكتبوا لي في الكومنتات. بس تعالى هنا كده الاول، انت شايفني رايح جاي قدامك في الزمان والمكان الا لما حطيت لايك ولا عملت كومنت ولا قلت عاش ولا قلت نعيم؟ انا حتى ايه يا عم اي حاجه. الملعب الواحد ما بقاش بيتباع لشركه واحده، بقى بيتباع كذا مره لاكتر من حد لاكتر من مكان حوالين العالم، لان الاعلان هنا بقى كستمايزد ليك انت وانت بتتفرج، ما بقاش موجه لعامه الناس، بقى موجه لناس معينه. الاعلان بقى خاص ليك انت، كستمايزد عليك انت، بتفصل على مقاسك واهتماماتك وارائك واستخدامك للحاجه. الاعلان بقى عشانك انت الهدف من الاعلان. وكل اللي فات ده كوم، وكاس عالم 2026 ده كوم تاني خالص. في البطوله دي احنا وصلنا لقمه التطور التجاري والاستهلاكي في تاريخ البشريه والمهزله في نفس الوقت. الاعلانات ما بقتش مجرد لوحات تكنولوجيه بتغير الصور مع الوقت، احنا بنتكلم عن ملاعب ذكيه بالكامل بتدمج الاعلانات مع البث المباشر بتقنيات الفي ار والذكاء الاصطناعي، بتخليك وانت بتتفرج على شاشه تليفونك تظهر لك احصائيات لاعب معين، وفوق زرار تقدر تشتري التيشيرت بتاعه في نفس اللحظه بمجرد ضغط زرار عن طريق
الراعي الرسمي، او يجي لك كوبون خصم فوري عن طريق البراند الراعي للاعب ده، يجيب لك اكل لحد باب بيتك قبل ما الشوط الاول يخلص مثلا. كاس العالم السنه دي ما بقاش مجرد مونديال كوره، ده بقى اضخم معرض اعلاني تفاعلي في تاريخ البشريه، واللعبه بقت مجرد وسيله لجذب انتباه المشاهدين عشان يتباع لهم منتجات، لدرجه ان هم ما اكتفوش بالربع ساعه اللي بين الشوطين، ده عملوا حاجه اسمها هيدريشن بريك في كل شوط. قال ايه؟ خايفين على اللعيبه من الاجهاد، ده على اساس ان السفر اليومي لبعض المنتخبات ده مش اجهاد. ها ماشي. البريك ده طبعا معمول عشان يبيعوا فيه اعلانات بمليارات دولارات في الوقت القصير ده. هم مش خايفين على اللعيبه، هم خايفين على الفلوس. في النهايه يا صديقي، السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هل كره القدم هي لسه لعبه الجماهير البسيطه، ولا بقت مجرد برنامج ترفيه لمده 90 دقيقه معمول عشان يبيع لك منتجات انت اصلا مش عايزها؟ وبالتالي بيحصل مؤامرات وماتشات بتتباع وحاجات بتعدي وكروت بتتلغي ومعامله خاصه وتدليل في الملعب لبعض اللاعبين اللي اسمهم بيبيع عشان بس تفضل السبوبه ماشيه. قول لي في الكومنتات ايه اكتر اعلان كوره معلم معاك غير 98، عشان ده انا بشوف الطب بصراحه. قول لي انت رايك لو في حاجه تانية عندك. قول لي انت لو عندك اعلان بتحبه لكره القدم، اكتب في الكومنتات، او لو عندك لينك ابعته ونتكلم عنه سوا. وهل شايف الاعلانات بوظت متعه كره القدم، ولا شايف انها ساهمت في انتشارها اكتر؟ اكتب لي رايك في الكومنتات ونتناقش سوا. انا محمد محمود، وده برنامج الناقد الاعلاني. سلام.